هل ليفربول اتأثر برحيل ساديو ماني؟ أنا شايف كده. أي نعم، أنا شايف كده. أنا شايف إن ليفربول اتأثر جدا جدا بساديو ماني، ومفيش حد عوضه. مفيش حد عوضه، ولا دياز ولا جوتا ولا نونيز. لأن حتى والناس دي كانت بتلعب، هما دلوقتي مصابين طبعا. وهم كانوا بيلعبوا، والتيم كامل كان المستوى الفني سيء جدا في أول الموسم. وشفنا ماتشات كتير المستوى الفني فيها عامل ازاي. فانا شايف من وجهة نظري ان ساديو ماني اثر جدا 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 في ليفربول. وده بالتحليل وبالصور وبشهادة الشهود زي ما بيقولوا يعني. فانا جايب النهارده شوية اهداف لساديو ماني، وهوري للناس هل فعلا في حد عوض ده ولا لا. تعالوا نشوف. هنوري لحضراتكم لقطات بالضربات الرأس، ونتفرج ليفربول فقد نقطة قوية جدا، وهي المهاجم اللي بيجيب ضربات الراس. لان جوتا ودياز اي حد بيلعب مش بنفس قوه ماني. فطبيعي لما انت تفقد ميزه عندك الفرقه بتتاثر. يعني كان اي عرضيه بيطلع فيها زي الاسد ياخدها. تعالوا نشوف معانا كام لقطه ازاي ساديو ماني عنده قوه رهيبه جدا، وبيعرف يتحرك ازاي يمين وشمال، وبيوسطن نفسه عشان يستقبل الكوره كويس جدا. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف كده اللعبه دي. ساديو ماني اهو، كرة اتلعبت عرضية، الراجل بياخد الموقع بتاعه العظمة جدا، وبيسدد بالرأس. بصوا قوة التسديدة، وعاملة بند في الأرض وجامب عالمي. برضو هنا عرضية، المدافع بيطلع لآخر الدنيا عشان يجيبها، ما بيجيبهاش، لكن ساديو ماني مقدر الكورة كويس جدا، وبيضرب بالرأس. بصوا القوة، بصوا التكنيك. دي أصعب واحدة بقى. ليه أصعب واحدة؟ العرضية هنا كأنها تسديدة، مش بالونة كده في الهواء، تسديدة. بصوا، بصوا حولها ازاي للمرمى. لا يا جماعة، عالمي عالمي والله. شفنا مع بعض ازاي ليفربول فقد النقطة دي. نقطة مهمة جدا ان يكون عندك لاعب جناح اي وقت بيخش مهاجم بيجيب اهداف كتير جدا بضربات الراس. طيب يا سيدي، انت عوضت ده ما عوضتش ده، فلازم الفرقة تتأثر. فانا شايف اول حاجة اهي، الليفر اتأثر برحيل ساديو ماني. تأثر. معانا لقطة تانية، واللقطة التانية دي توقع الخطأ. شوف الراجل ده توقع الخطأ ازاي. مش بينجم هو، لكن هو بيلعب على توقع الخطأ. راح ورا المدافع عشان يتوقع خطأه، المدافع وقع. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف مع بعض ماني بيتوقع الخطأ ازاي. الكرة هنا ميتة اساسا، هو في ظهر المدافع لازق فيه اهو. المدافع غلط، ماني في ظهره داس على الكورة وراح بيها، ولم الحارس وحط جون جميل جدا. برضو مش بيسدد كده وخلاص عمياني، لا، هو عارف بيسدد فين. اهو المدافع جاي بيسد الجون، المدافع جاي بيسد الجون، لعبها عكس اتجاهه. صعبة، صعبة جدا. شفتوا؟ شفتوا الدماغ؟ شفتوا الدماغ؟ مفيش لاعب يقدر يعوض ده في الليفر. مفيش يا جماعة. لازم الفرقة تتأثر. لازم تتأثر الفرقة طبعا. مش شايف لاعب قدر يعوض الكلام ده. قوي جدا قوي. انا كمان جايب اهداف، انا جايب الاهداف اللي جابها. ما جبتش هو بيصنع ازاي، بيستحوذ ازاي مع نص الملعب اللي هو ضايع في الليفر اساسا، بيدافع ازاي مع روبرتسون. جبهة قوية جدا، لعيب قوي جدا في كل الاماكن. الليفر فعلا خسره ومعوضش ده. فده خطأ فني في لجنة الكورة بالليفر. انا لازم عشان استغنى عن لاعب بقيمة ماني لازم اجيب لاعب زيه، او اتنين لعيبة يعني قريبين منه على الاقل. على الاقل هوريكم بقى شوية لقطات لانطلاقات ماني، ازاي بيجي من ورا المدافعين ويخطف جون. تعالوا نشوف الصقر ده بيتحرك ازاي خلف المدافعين. الفرقتين يعتبروا هنا،
هو جاي خطف المدافع اللي وراه، بصوا بقى وراه ازاي، وبيسدد من لمسة واحدة. مفيش تجويد، مفيش تجويد عنده، هي لمسة واحدة جون. ولمسة في ركنة، بقول لكم مش بيسدد عمياني، بيركن. هدف جميل جدا. بصوا بيركن، جميلة. هنا هدف شبيه ليه. هو الراجل ده يا جماعة كتالوج، كتالوج بينفذ خطوات ثابتة وبتبقى دايما ناجحة. بصوا دي كان محمد صلاح اللي لعبها له برضه. بصوا من لمسة واحدة، مفيش تجويد، من لمسة واحدة وبيركن، مش بيسدد عمياني. فالراجل ده عظيم. الاتنين لعيبة دول حاجة عظيمة جدا. دي أصعب واحدة. بص هو فين ومعاه الكورة وسط منه تلاتة في ثانية واحدة. بقى وشه للملعب، كان ظهره الملعب بقى وشه للملعب اهو. جاي بقى وراه 4 لعيبة اهو. جاي، جاي بيها هجمة ميتة أساسا، هجمة ميتة جدا، حياها. بصوا كان فين، بصوا التحرك اللي جاي ده بقى. 2 مدافعين هو وسطهم اهو. بصوا خطف ازاي، تمريرة اتلعبت، دخل خطف وهدف جميل اكتر. ليه ما سددش؟ ده ريح الكورة بشماله، ريحها على الجون بس. شغل عالي، لعيب عالي. بصوا ريح الكورة بشماله. هنا برضو كرة ملعوبة، هو بصوا بيتحرك عرضي مع الكورة، بيتحرك عرضي مع الكورة اهو. دياز هو دخل حطها. شفتوا الراجل الطيب ده يا جدعان مؤثر ازاي؟ مؤثر جدا 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 جدا. وفاهم كل واحد في الملعب، فاهم الباكات، فاهم محمد صلاح الجناح التاني، عارف نص الملعب، عارف المهاجم اللي بيلعب معاه سواء فيرمينيو او جوتا. هو فاهم كل حاجة. يعني ده مدير فني جوه الملعب، ده مدير فني جوه الملعب. لعيب عظيم جدا. والليفر خسره للأسف. أنا شايفه من أسباب تدهور الليفر هذا الموسم رحيل ساديو ماني. في برضه هدف تاني جميل جدا، بيتكلم عن الضغط. شوف الراجل ده مش بينطلق من ورا لقدام بس، لا يعني مش بيجي كده على الجون بس، لا ده كمان لما تكون الكرة مع الحارس او المدافع هو بيضغط ازاي، بيخش ينقض ازاي عليهم. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف مع بعض هنا الضغط ده. بصوا الضغط، بصوا هو لوحده فين والحارس فين. بتبقى كور ميتة جدا، هجمات ميتة جدا. هو دخل لم الحارس ولم المدافع. ثقة، ثقة وإيمان باللي بيعمله، ثقة وإيمان باللي بيعمله. جون طبعا جميل جدا. شفنا مع بعض طبعا ازاي الراجل ده مؤثر جدا يا جماعة، مؤثر جدا 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 من وجهة نظري. يعني معلش احترموا وجهة نظري، انا شايفه مؤثر جدا. ممكن تكون وجهة نظر حضرتك حاجة تانية تحترم، تحترم طبعا، لازم تحترم. ليه؟ انت شايف حاجة وانا شايف حاجة، بس انا شايف حاجة من غير الاثبات اللي انا بجيبه ده. واحد مشى من الفرقة غير يصد، لما يكون غيره مش نفس قدره بتظهر العيوب، وهي ظهرت، ظهرت العيوب. آه، مش عارف، مش عارف بصراحة ازاي فرقة بحجم الليفر مش قادرة تجهز لعيب بحجم ساديو ماني. مش عارف. اخر هدف معايا هدف عظيم جدا، هدف قوي جدا، مش بيجيبوا الا اساطير. لسه جايب هدف زيه اسطورة، كريستيانو رونالدو في نهائي دوري الابطال. مش نهائي، لا كان قبل النهائي، قبل النهائي اه. كان قدام اليوفنتوس لما جابوا دبل كيك، وطبعا جماهير اليوفنتوس كلها ايه، سقفت له. تعالوا نشوف الهدف ده، تعالوا نشوف الهدف العالمي ده. بصوا بيتحرك ازاي برضو، بيتحرك بالعرض ازاي عشان التسلل. بصوا، بصوا اللي هيحصل. انا مش عارف الهدف ده تسلل ولا لا، بس انا اللعبة دي عجبتني، اللعبة دي عجبتني جدا. بصوا يا جماعة، بيطير في الهوا وجون جميل جدا.
ايه رأيكم في الراجل ده يا جماعة؟ الراجل ده يتعوض؟ الراجل ده يتعوض؟ اكيد طبعا اي شيء يتعوض، اكيد يعني. بس انا بتكلم في الفترة دي مفيش حد بيسد مكانه، ومحمد صلاح اتأثر جدا 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 برحيله. محمد صلاح اتأثر جدا جدا برحيله. هما الاتنين كانوا بيكملوا بعض. طبعا الهجس بتاع الشعب المصري ده ساديو اناني، وده ما بيحبش محمد صلاح، وده بيحط له سم في الاكل. مصريين، وما ادراك ما المصريين. الاتنين دول كانوا بيحبوا بعض جدا وبيكملوا بعض جدا 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 جدا. فطبعا انا اقر واعترف ان ساديو ماني هو السبب الرئيسي في تدهور نتائج والحالة الفنية لليفربول. اللي لو عجبكم الفيديو ده اشتركوا في القناة. محدش مشترك فيها خالص على فكرة، بس مش مشكلة، مش مشكلة عادي يعني.